Hello my students, my name is Dr. Marwa Stawi and this is my channel with name Dr. Marwa Stawi, Fun Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about lesson 3, activity 5 in unit 2 concept 2. Properties of matter يعني خصائص المادة. تعال نشوف الترو and false دي وبعد كده نبدأ في الليسون بتاعتنا. Number 1. The material of the paper is changed after its burning. يعني المادة بتاعة الورقة دي يا ولاد هل اتغيرت بعد ما اتحرقت؟ أكيد طبعا اتغيرت، يبقى true. طيب can you see the ash that is produced from the burned paper to form a new paper again عشان تكون ورقة تانية؟ هل انت شفت الرماد ده؟ الرماد اللي تكون الرماد اللي هو القاش يا ولاد can you use هل ممكن تستخدم الرماد ده في ان انت تعمل ورقة جديدة؟ طبعا false. You have learned different ways to describe and measure matter. يعني انت اتعلمت ان انت توصف وتقيس المادة. طبعا احنا خدنا الديسكرايب يا ولاد وقلنا ان الماتر بنقدر ان احنا نوصفه عن طريق الكالر والشيب والاودر والتكتشر الملمس بتاعها، يبقى من خلال لونها او شكلها او ريحتها او الملمس بتاعها. وخدنا الميجرنج ماتر يا ولاد لما قلنا اللينس بيتقاس بالرولر والتاب ميجر. وخدنا الفوليوم ان احنا can be measured by the measuring cup. وخدنا الماس by balance. وخدنا يا ولاد ممكن نقيس التمبريتشر by الثرمومتر. Now we will learn more ways in which matter can be observed and measured. يعني احنا النهاردة هنتعلم طرق ازاي نلاحظ ونقيس المادة. الفيزيكال بروبابيلتيز دي اول حاجة هناخد الفيزيكال بروبابيلتيز. نمبر 1 فيزيكال بروبابيلتيز اوف ماتر. احنا خدناها برضو الاكسبيرمنت اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت وضحت لي الفيزيكال بروبابيلتيز بتاع الماتر اللي هو الكالر والاودر والتكتشر والشيب. كل دي تعتبر physical properties. You can observe the physical properties with your 5 senses. يعني انت تقدر ان انت تشوف الفيزيكال بروبابيلتيز دي بالحواس بتاعتك الخمسة. You can use words ممكن تستخدم كلمات such as كلمة رف خشن، كلمة بلو أزرق، يعني ده بيعبر عن الكالر، والرف بتعبر عن التكتشر. طب والراوند بتعبر عن الشيب. طب وسويت بتعبر عن المادة دي بتكون سويت ولا سولتي من التيست من التذوق. يبقى أنا كده قدرت أفرق بين الفيزيكال بروبابيلتيز عن طريق الفايف سينسز. To describe the physical properties علشان أوصف الخصائص الفيزيائية بتاعة المادة يبقى بستخدم الفايف سينسز يا ولاد. طيب في حاجة تانية غير الفيزيكال بروبابيلتيز اسمها كيميكال بروبابيلتيز. كيميكال بروبابيلتيز اللي هي الخواص الكيميائية. chemical properties of a material can be observed and measured. يعني ممكن ان احنا نلاحظها ونقيسها by the changes that happen in the material when it interacts with other materials. يعني لو أنا عندي material وضفت عليها material تانية أكيد مش هتفضل زي ما هي، هتتغير وهتديني حاجة تالتة خالص غير الاتنين دول. فبالتالي في تغيرات حصلت عليها. يبقى هي التغيرات اللي بتحصل لمادة لما بتتفاعل مع مادة أخرى
هو ده التفاعل الكيميائي والخصائص الكيميائية chemical properties. It is the changes that happens to the material when it interacts with another material. لما بتتفاعل مع ماتيريال أخرى. وتعالى هنشوف كده في الإكزامبلز of chemical materials و chemical properties. هنشوفها دلوقتي، بس نقرأ الوردز دي مع بعض. observe يعني ملاحظة، rough يعني خشن، sweet يعني حلو. sweet يعني إيه؟ يعني حلو. طيب examples of chemical properties. the ability to burn يعني القدرة على الحرق. ازاي بقى يا ولاد؟ لما البيبر بتعمل interact with fire، يعني انا جبت دلوقتي بيبر وفعلتها مع ايه؟ مع النار، مع الفاير. the paper become ايه يا ولاد؟ هتتغير ولا مش هتتغير؟ اكيد طبعا يا ميس هتتغير، الورقة مش هتفضل زي ما هي بعد ما اتحرقت، يبقى المفروض هتتحول لإيه؟ هتتحول لآش. يبقى البيبر اتحولت لآش عن طريق الفاير، ده كده اسمه chemical properties. طيب وذا ability to rust يعني القدرة على الصدأ، زي لو جبت iron nail، مسامير زي دي يا ولاد. المسامير دي يا ولاد بتبقى an iron nail، يعني بتكون مسمار حديد بيعمل interact with water and air. لما بيتعرض لمية وبيتعرض لهواء the iron nail rusts، هيحصل له ايه؟ هيصدي. يعني انا لو جبت مسمار حديد وفعلته مع المية والهواء، ايه اللي هيحصل له صدأ. يبقى ده كده يعتبر chemical properties. ناخد بقى الفوليوم and mass. Volume and mass. Let's study volume and mass that are considered important properties of matter. يعني ايه important properties of matter؟ يعني هي خصائص مهمة جدا للمادة. الفوليوم and mass، تعال نشوف ونعمل comparison ما بين الفوليوم and mass. Volume it is the amount of space that matter takes up، يعني هو الحيز من الفراغ. لو أنا عندي قب ومليت القب ده نصه ووتر، يبقى أنا مليت نص الحيز من القب ده بالإيه؟ بالووتر. يبقى it is the amount of space، هو حجم الفراغ اللي اتملى من المادة. يبقى it is the amount of space that matter takes up. نحفظها كويس يا ولاد الديفينيشن ده، علشان بيجيلنا في الساينتفك تيرم وبيجيلنا في الكومبليت وبيجيلنا في التشوز، فنبقى عارفين ان كمية الفراغ اللي بتشغله المادة هو ده الحجم، الفوليوم. طيب الماس بقى يا ميس ايه هو؟ it is the amount of matter، يعني هو كمية المادة. انا معايا كيس تفاح وعايزة اوزن واعرف هو كام كيلو، فبحطه على البالانس عشان اجيب الماس بتاعته. يبقى it is the amount of matter، هو كمية المادة. the measuring units في الفوليوم بقى. the measuring units of volume، انا بقيس الفوليوم بايه يا ولاد؟ بالليتر، بالملي لتر، بالسنتيمتر مكعب اللي هو الكيوبيك سنتيمتر. كيوبيك سنتيمتر يبقى باللتر والملي لتر والكيوبيك سنتيمتر. طيب الماس لما بروح اوزن التفاح بيبقى بالكيلو او بالجرام، يبقى هنقيس الميجرنج يونت بتاعت الماس هي الجرام والكيلو جرام. طيب ال1 لتر فيه كام ملي يا ولاد؟ الواحد لتر فيه 1000 ملي يا مس. طيب وفيه كام كيوبيك سنتيمتر؟ 1000 كيوبيك سنتيمتر. يبقى 1 لتر equal 1000 ملي، 1000 ملي equal 1000 كيوبيك سنتيمتر. طيب بالنسبة للماس ال1 كيلو جرام equal 1000 جرام. احنا دي معلومات كلنا خدناها في الماس السنة اللي فاتت، لازم نكون عارفين الكلام ده يا ولاد. طيب ناخد example على الفوليوم. A big bottle of water contains 1 liter or more. لو انا عندي
bottle of water ازازة مية يا ولاد ساعات بيكون مكتوب عليها 1 لتر او 1.5 لتر او بيكون مكتوب عليها 2 لتر يبقى هي 1 لتر or more. طيب examples على الماس البيبر كليب اللي هو دبوس الورق يا ولاد. دبوس الورق ماله has a mass about 1 جرام. لو انا حطيته على البالانس ووزنته هيديني only 1 جرام. يبقى الزيت ده كده example على الماس اللي هو دبوس الورق البيبر كليب. نوت لاحظ بقى يا ولاد لو انا عندي بالانس ميزان زي اللي احنا بنشوفه في السوق كده في الماركت او في اي سوبر ماركت كبير بيبقى عندي بالانس. طيب البالانس ده لو انا حطيت عليه الكاب اوف ايه او البوتل اوف ووتر، لو انا حطيت عليه ازازة المية دي وحطيت الناحية التانية الحديدة اللي بيبقى مكتوب عليها 1 جرام هنلاقيهم متساويين زي كده يا ولاد اهو. حطيت انا البوتل اوف ووتر وحطيت قصاده ال1 كيلو جرام لقيتهم قد بعض بالظبط. يبقى ال1 لتر of water has a mass of 1 كيلو جرام. يبقى ال1 لتر equal 1 كيلو جرام. 1 لتر equal 1 كيلو جرام. ما ننساش دي لأنها مهمة جدا. تعالى نقرأ مع بعض الوردز. iron nail يعني مسمار. ايش يعني رماد. ايش يعني رماد. مسمار يعني iron nail. الخواص الكيميائية يعني chemical properties. صدأ يعني rust. يتفاعل يعني interact. تعالى نشوف مع بعض التمبريتشر. احنا خدنا الفوليوم والماس هناخد كمان معاها التمبريتشر. طبعا يا ولاد احنا خدنا قبل كده ان المادة بتبقى مصنوعة من جزيئات. يبقى الماتر is made up of particles. يبقى particles هي وحدة بناء الماتر. it is the building unit of matter that are in continuous motion يعني بتبقى في حالة حركة مستمرة. في حالة حركة مستمرة. طيب البارتيكلز دي يا ميس بتفضل تتحرك على طول؟ بتفضل تتحرك على طول in continuous motion. طيب التمبريتشر بقى يا ميس درجة الحرارة بتقيس ايه؟ is a measure of how quickly the particles in a matter are moving. يبقى التمبريتشر درجة الحرارة بتقيس كيفية وسرعة الجزيئات أو جزيئات المادة لما بتيجي تتحرك سرعتها قد إيه. يبقى how quickly the particles الجزيئات دي لما بتتحرك بسرعة بتتحرك بسرعة قد إيه لما بتيجي تعمل moving. يبقى it is a measure of how quickly the particles in a matter are moving. طب يا ميس لما عملنا التجربة للبارتيكلز وشوفنا مين الأسرع ومين الأبطأ اكتشفنا حاجة. اكتشفنا ان ال quickly moving particles الجزيئات اللي بتتحرك بسرعة بتنتج طاقة أعلى من الجزيئات هي بطيئة الحركة. يبقى quickly moving particles produce بتنتج more heat energy طاقة حرارية أكبر من مين؟ من الجزيئات البطيئة. يبقى الجزيئات السريعة بتطلع طاقة وإنرجي أكتر من الجزيئات البطيئة. طيب فوليوم والماس والتمبريتشر اللي احنا لسه دارسينهم دلوقتي تعتبر properties of ايه يا ماس؟ بتعتبر properties of matter that are you can measure اللي احنا نقدر نقيسها. يبقى properties of matter that you can measure. put true or false. تعالى نحلها كده مع بعض سريعا. The ability of matter to burn and rust يعني قدرة المادة على انها تتحرق او تصدي are considered from chemical properties of matter. طبعا الإجابة هي true. قدرة المادة على الحرق أو الصدأ ده يعتبر chemical properties. طيب the measuring units of volume
are liters وملي لترز وكيوبيك سنتيمترز، يعني الوحدات القياس بتاعة الفوليوم بتاعة الحجم هي اللتر والملي لتر والسنتيمتر مكعب. طبعا true. طيب quickly moving particles الجزيئات اللي بتتحرك بسرعة بتنتج less heat energy. طبعا false. المفروض quickly هي الأكثر طاقة حرارية. produce more المفروض بدل less more heat energy. كلمة motion يعني حركة. لما قلنا إن الجزيئات في حالة حركة مستمرة يعني motion. طيب ينتج يعني produce، يبقى produce يعني ايه؟ ينتج. كلمة produce يعني ينتج. measuring properties يعني خصائص القياس، بنقيس ازاي؟ you have learned احنا درسنا ال properties of matter وعرفنا how to describe and measure it، وعرفنا ازاي نوصفها وازاي نقيسها. In this activity we will measure احنا هنقيس different physical properties of matter، يعني هنقيس خصائص مختلفة للمادة. ركز معايا كده. measuring properties we will measure different physical properties. زي ما قلنا هندرس physical properties بس experiment. هنعمل experiment دي with tools بأدوات. طب يا ميس ايه هي الأدوات؟ basin containing water، يعني حاجة زي الحوض كده بتبقى غويطة، زي طبق غويط كده اللي هو ده الطبق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده basin containing water، يعني طبق اهو غويط زي حوض كده وفيه مية. وهنستخدم ايه كمان يا مس؟ الماجنت اللي هو المغناطيس. شايفين المغناطيس ده هنستخدمه. طيب بالانس هنستخدم الميزان. وهنستخدم ايه كمان؟ هنستخدم ستون حجر. وهنستخدم الايرن نيل اللي هو المسمار الحديد. وهنستخدم بيس اوف وود يعني قطعة من الخشب. وهنستخدم كمان بيس اوف كورك يعني الفلين. عارفين انتوا الاجهزة اللي بتبقى جاية جديدة بيبقى جاي معاها فل كده بيبقى لونه ابيض وبيبقى مغلف الأجهزة عشان يحافظ عليها، هو ده اسمه piece of cork. تعال نشوف هنعمل ايه بقى بالتجربة دي. يبقى هي التولز دي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي يا ولاد، البازن containing water والماجنت والبالانس والستون والايرن نيل والبيس اوف وود اند بيس اوف كورك. هنعمل ايه بقى بالحاجات دي يا ولاد؟ hold the magnet، هنقرب الماجنت ده المغناطيس من كل الحاجات اللي احنا قلناها. هقربهم كلهم من المغناطيس واشوف what is attracted to the magnet، مين اللي هينجذب نحو الماجنت. يبقى hold the magnet near to each of the previous substance لكل الأدوات السابقة and observe what substances are attracted to the magnet. ايه المواد اللي هتنجذب لإيه؟ للمغناطيس. طيب نمبر 2 هنقيس الكتلة بتاعت كل مادة. هقيسها فين يا ولاد؟ على الميزان، على البالانس. برافو عليكم. يبقى measure the mass of each substance by using the balance. هقيسهم كلهم بالبالانس وهكتب النتائج بتاعتي هنا في التيبل ده. مين اللي attracted to the magnet يا مس؟ الايرن نيل هو اللي هيعمل attracted to the magnet، هيقرب من الماجنت. ولكن الستون not attracted، وبيس اوف وود قطعة الخشب not attracted، والبيس اوف كورك برضو not attracted. يبقى الوحيد اللي هيعمل attraction هو الايرن نيل. طب لما جيت يا مس في نمبر 2 اقيس الماس واوزن الماس على البالانس بتاعي، هقيس كل واحدة فيهم. فهجيب الستون واحطها على الميزان واشوفها هتوزن قد ايه واكتب الماس بتاعتي عندي في التيبل دي. يبقى الماس بالجرام. الستون عملت كام جرام يا مس؟ عملت 50 جرام. طب والايرن نيل طلعت كام؟ 30 جرام. طب والبيس اوف وود قطعة الخشب طلعت كام يا مس؟ طلعت 100 جرام، 100 جرام. طيب بيس اوف كورك عملت كام؟ عملت 20. طب ازاي يا مس
يعني قطعة الخشب اللي هي أخف واحدة فيهم وزنت أكتر وزن اللي هو 100. أيوة وزنت 100، لأن هو بتعتمد على نوع المادة وليس كتلة المادة. تعالى معانا نشوف. طيب put all substance in the basin contains water. هعمل ايه بالحوض اللي فيه مية يا مس؟ هحط فيه كل المواد اللي عندي في التجربة. هحط فيه الوود، وهحط فيه النيل، وهحط فيه الستون، وهحط فيه البيس اوف كورك، وهحطهم في البيزن اللي مليان مية. طيب ايه اللي هيحصل يا مس؟ في حاجات هتعمل floating on the surface of the water، وفي حاجات تانية substance هتنزل تعمل sinking، بتغوص فين؟ في الووتر. طيب وتنزل تحت عندي في البيزن. طيب record your result in the following table، يعني هنعمل record، نسجل كل النتائج اللي طلعت لي في التيبل اللي قدامي دي. مين اللي هيعمل floating ومين اللي هيعمل sinking. تعال ركز معايا كده في الصورة دي. مين اللي عمل floating؟ البيس اوف كورك والبيس اوف وود. مع ان يا مس البيس اوف وود هي اكتر ماس، يعني هي الكتلة الكبيرة. فهقول لك يا قلبي مفيش علاقة ما بين ان اللي هي الحاجات ان هي تطفو فوق سطح المية، مفيش بينها علاقة وبين الماس الكتلة، لكن بتعتمد على ايه؟ على type of the material او substance. يبقى بتعتمد على نوع المادة وليست كتلتها. طيب ركز معايا عشان الحتة دي مهمة. مين اللي عمل sinking؟ الايرن نيل هو اللي عمل sinking، والستون عمل برضو sinking. يبقى كده في حاجتين نزلوا تحت يا ميس في المية، الايرن نيل والستون. يعني دول يا ميس بيبقوا النوع بتاعهم اللي هو الايرن نفسه، والحجر نفسه النوع بتاع الحجر هو اللي بيخليه يعمل sinking في الووتر. لكن اللي بيطفو على سطح الووتر ممكن يكون الماس بتاعته كبيرة ولكنه طافي فوق المية، بيعمل floating. كاتب لك الكلام ده فين بقى؟ في الكونكلوجن. تعال نشوف الكونكلوجن مع بعض. conclusion some substances are attracted، يعني بعض المواد بتبقى attracted to the magnet، بتنجذب للمغناطيس، and some other substances are not attracted to the magnet، لكن بعض المواد الأخرى مش هتنجذب للمغناطيس. طيب floating and sinking of substance، إن المادة تطفو أو تغوص تحت في الووتر، ده بيعتمد يا ميس على الكتلة؟ لا، ما بيعتمدش على الكتلة، يبقى doesn't depend on its mass. أمال بيعتمد على إيه يا ميس؟ على type of the substance، على نوع المادة. لو كانت حديد هتعمل sinking، طب لو كانت ستون هتعمل sinking. لكن لو كانت وود، أيا كان الوود ده كتلته قد إيه هيطفو برضو يعمل floating. عشان كده احنا بنصنع البوتس، القوارب والمراكب من ايه؟ من الخشب، عشان مهما كانت كتلتها، يعني مش هيفرق اذا كان المركب ده صغير او المركب ده كبير، الاتنين هيطفوا على سطح الووتر، لان هما مصنوعين made of ايه؟ of wood، عشان مصنوعين من الخشب، ومادة الخشب اصلا بتطفو فوق المية. تعالى نقرأ الكلمات مع بعض. attract يعني ينجذب، basin يعني حوض، فلين يعني كورك، يمسك يعني hold. يمسك يعني ايه؟ يعني hold. تعالوا نفكر كده مع بعض ونشوف الايس، التلج. ليه لما بحط التلج في كوباية العصير cup of juice، احنا عندنا cup of juice وعندنا تلج، وحطيت التلج ده في العصير، او الكولا حطيت فيها ايه؟ تلج. التلج هينزل تحت ولا هيعوم على وش المية؟ هيعوم، يبقى floating on the surface of the water. يبقى ice التلج
بيعتبر أخف من المية. الآيس التلج أخف is lighter than water. ركز عشان هتجيلك في إيه؟ في الأسئلة. يبقى ice is lighter than water. يعني التلج أخف من المية، لذلك الآيس floats on the water surface. طيب يا مس هيجيلي سؤال هنا give reason يا مس ليه الآيس floating on the surface of the water؟ ليه بقى؟ أقول له لأن الآيس because ice قلنا because بيجي بعديها فاعل وبعدين فاعل، يبقى because ice is أدي الفاعل وأدي الفاعل lighter than water بيبقى أخف من الووتر. طيب الإكزامبل على كده يا مس عندي في الثلاث الثري كابز اللي قدامي دول. the first cup الايس ويد 10 جرام يعني وزنت 10 جرام، وفي الكب التانية وزنت 15 جرام يا مس، وفي التالتة وزنت 20 جرام يا مس. يعني دلوقتي ايا كان الكتلة او الماس بتاعة الايس، ايا كان الماس بتاعتها برضو هتطفو. ليه بتطفو؟ لان الايس اخف من الووتر فبيطفو على سطح الماء. يبقى 3 ice cups with different masses 10 جرام 15 جرام و20 جرام. all ice cubes float on the surface of water because هو قال لي اهي ليه الايس كيوبس بتطفو على سطح المية because ice is lighter than water لان التلج بيكون اخف من المية. Does the shape and the size affect the mass of the material؟ يعني هل الشكل أو الحجم بيأثر على وزن المادة يا ولاد أو كتلتها؟ يبقى does the shape and the size. تعال نشوف. Number 1 the shape of the material. لو أنا يا ولاد عندي ألمونيوم فويل، عندي قطعة كده من الألمونيوم فويل اللي أنا بغلف بيه الساندويتشز. طيب الألمونيوم فويل ده لو انا حطيتها على الميزان بص كده معايا وزنت كام في البيكتشر اللي قدامي دي؟ وزنت 2 جرام. يبقى وزن الألمونيوم فويل دي 2 جرام. طيب نفس الورقة دي خدتها وطبقتها بإيدي وحطيتها تاني على الميزان هتديني نفس الوزن؟ يا مس هتديني نفس الوزن 2 جرام برضو. يبقى the same ألمونيوم فويل with the same mass. يبقى إذا الكتلة ما بتتغيرش مع تغير شكل المادة. يبقى changing the shape of a material إن أنا أغير شكل المادة doesn't affect its mass مش هيأثر على الوزن بتاعها. طب السايز يا ميس هل هيتأثر ولا لأ؟ كده عرفنا إن الشيب ما بيأثرش في وزن المادة. طب السايز بقى اللي هو حجم المادة، تعال نشوف. if you cut an apple. لو انا عندي تفاحة، التفاحة دي يا ولاد وزنت كام جرام؟ وزنت 100 جرام. طيب cut an apple هنمسك سكينة وهنقطع الابل دي نصين، هنقسمها نصين. طيب measure the mass of 1/2. هناخد ال1 half ده ونوزنه على الميزان على البالانس. اداني كام يا مس؟ اداني 55 جرام. طب ال 55 جرام دي يا مس بتكون قريبة من وزن بتبقى قريبة من نص وزن التفاحة. ايوه يا مس. يبقى اذا غيرت في الماس ولا ما غيرش؟ ان انا قطعت الحاجة نصين غير في الكتلة ولا ما غيرش في الكتلة؟ هتبقى اقرب من نص كتلة او وزن الاوريجينال ابل التفاحة الحقيقية. يبقى اذا برضو ما بتتغيرش. all substances are attracted to the magnet. يعني هل كل المواد بتنجذب للماجنت؟ طبعا false. طب changing the shape of a material doesn't affect its mass. يعني ان انا اغير في الشكل بتاع الماتيريال ما بيأثرش في الوزن. بالظبط كده true. طب floating and sinking of substance احنا قلنا doesn't depend on the mass ما بيعتمدش على الماس، يبقى دي true. طيب float يعني ايه؟ يعني يطفو. طب وsink يعني ايه؟ يعني يغوص. نحفظ الوردز دي يا ولاد وهسمعها
في الحصة الجاية إن شاء الله. تعال نشوف بقى الأكتيفيتي دي سهلة خالص. الماس عندي ماتيريال، عندي 3 ماتيريالز، تمام؟ ادي ماتيريال نمبر 1، ماتيريال نمبر 2، ماتيريال نمبر 3. تعالى كده نلاحظ مع بعض، هنعمل كومباريزون بين الماس بتاعت ماتيريال نمبر 1 وبين الماس بتاعت الماتيريال نمبر 2. لقينا ان الماتيريال نمبر 1 الماس بتاعها اكبر من الماتيريال نمبر 2، يبقى هحط هنا اكبر من. طيب يا مس تعالي نشوف اللينس يا مس. طيب اللينس بتاع مين اكبر؟ اللينس بتاع ماتيريال نمبر 2 اكبر من ماتيريال نمبر 1، يبقى هعمل هنا ماتيريال 2 اكبر من 1 في حالة اللينس. طب في حالة الفوليوم، في حالة الفوليوم volume of A of material number 2 is larger than material number 1. يعني هنا 115 اهو، 115 وهنا 100 يا ميس، يعني هنا material number 2 في الفوليوم اكبر. يبقى اذا مش لازم ان المادة اللي بتبقى كبيرة في الماس تبقى في نفس الوقت اكبر حاجة في الفوليوم، لا مش لازم. ولا لازم ان المادة الكبيرة في اللينس والكبيرة في الفوليوم ما تبقاش كبيرة في الماس، يعني هما مش مرتبطين ببعض. يبقى هو كاتب لك الملاحظة دي هنا material number 1 material number 1 has the biggest mass، يعني عندها كتلة أكبر بالرغم من doesn't have the largest volume، بالرغم من إنها مش عندها الفوليوم الأعلى. طيب يعني مش لازم الماس اللي عندها ماس كبيرة يبقى عندها برضو فوليوم كبيرة، مش شرط. وماتيريال نمبر 2 has the largest volume، زي ما احنا لسه قايلين الفوليوم بتاع الماتيريال نمبر 2 أكبر من 1، يبقى has the largest volume، وطبعا أكبر من الماتيريال نمبر 3. طيب also it doesn't have the biggest mass، وبالرغم من كده ما عندهاش الماس الكبيرة. طيب material number 2 is the longest one، يعني هي أطول واحدة عشان اللينس بتاعها أكبر، يبقى هي it is the longest one. دي كده عبارة عن comparison بين الماتيريال نمبر 1 و 2 و 3 في حالة الماس واللينس والفوليوم. طيب لو أنا جبت ايرن بول، يعني كورة من الحديد، وجبت بالونة عادية خالص inflated balloon، ووزنتهم على الميزان، حطيتهم على البالانس اللي قدامي ده، مين الكفة بتاعته هتبقى أتقل يا ولاد؟ طبعا الايرن بول. يبقى الايرن بول تيك الايرن بول، ايه اللي هيحصل فيها؟ هتنزل، هي اللي هتغلب في الميزان، بالرغم من ان الانفلاتد بالون بتبقى الحجم بتاعها اكبر، يعني take the large volume، والايرن بول الفوليوم بتاعها قليل. يبقى inflated balloon takes larger volume than that of iron ball، يعني عندها حجم اكبر من الكورة الحديد. و it has bigger mass، وعندها كتلة أكبر that of inflated balloon، ده عنده كتلة أكبر، وده الانفلاتد بالون عنده حجم فوليوم أقل، فوليوم أكبر. يبقى الانفلاتد بالون الفوليوم بتاعها أكبر، لكن الايرن بول الماس بتاعته أتقل. خلاص. طيب this is due to، يقولك ممكن يجي يقولك give reason ليه. يبقى الإجابة عندي the iron ball contains more amount of matter than the balloon، يبقى عندها كمية من المادة أكبر من الانفلاتد بالون. طيب put true or false all materials which have big masses، يعني كل المواد اللي ليها كتلة كبيرة must have large volume، لازم يكون ليها فوليوم كبير. طبعا false، ملهمش علاقة ببعض زي ما قلنا. طب if two different materials، لو عندي مادتين مختلفتين have the same volume، ليهم نفس الفوليوم الحجم،
So they must have the same mass. لازم يبقى ليهم نفس الماس؟ طبعا لا، false. وإن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هنحل مع بعض exercises on lesson 3. واللي لسه ما عملش لايك ينزل دلوقتي حالا يعمل لايك. لازم تدعموا المجهود اللي احنا بنبذله عشان نوصل لكم المعلومة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة في أقرب وقت. ويلا باي باي.